يا مساء الفل والورد والياسمين عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبتدي روتين جديد وفيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا يا جماعه دوت فيديو الخميس. المفروض كنت نزلته لكم بدري شويه عن كده، بس معلش عبال ما خلصته ومنتجته وكده. فيلا الحمد لله. بص يا حبيبي، انا كنت قعدت كام يوم كده تعبانه، يعني عايزه اقول لكم يعني ربنا يدينا الصحه كلنا، ويعين كل ام كده ويقويها على بيتها وعلى ولادها وعلى شغل بيتها، وما يحوجناش لحد ابدا يا رب. فعايزه اقول لكم يعني يا دوبك يوم واحد يعني او يومين بالكتير تعبت، فعايزه اقول لكم الدنيا كانت تضرب تقلب. فبصراحه عملت اللي اقدر عليه، ما تعبتش نفسي وما جهدتش نفسي، لان بصراحه يعني خدوا بالكم يا جماعه من دور البرد الايام دي، لان بجد علاجه بيهد الحيل. فالحمد لله يعني، يلا الحمد لله. فكان معايا هنا شوية غسيل، حطيتهم في الغسالة شوية غوامق، خدتهم كده معاكم نشرتهم، وكان برضو في على البلكونة حطيت شوية فواتح كنت حطهم قبليهم. خدي بالك بقى الأيام دي، حاولي طول الوقت كده تعقمي الدنيا، تفضل يعني الدنيا يعني متعقمة طول الوقت. ولو ولادك صغيرين وخايفة على مناعتهم وكده، حاولي بقى تنزليهم من المدرسة بالماسك، فهماني؟ فبصوا بوريكم شكل المطبخ يعني، يوم واحد بس كنت تعبانة فالدنيا كانت كده. فربنا يقوينا يا رب وما يحرمش ولادنا مننا، لان انا كنت حاسة ان هم لايصين بصراحة. فاستعيني بالله كده وشغلي القرآن وافتحي شبابيك بيتك وهوي بيتك، ودخلي كده الطاقة الإيجابية في بيتك، والدنيا كلها هتبقى معاكي زي الفل، وكل حاجة هتخلص معاكي بسرعة بإذن الله. تمام. فما تحاوليش تخلي اي حاجة تعكر مزاجك، ما تفتكريش الموقف اللي بقاله 10 سنين حصل وتستحضريه كأنه لسه حاضر دلوقتي. فخلاص يعني حاولي تنسي اللي عدى، ما تقفيش على حاجة، ركزي في بيتك وفي ولادك ومع نفسك، لان محدش هينفعك لما هتقعي. وديكي يعني بنشوف اهو لما بنتعب ولا يعني يوم واحد بيتنا بيبقى عامل ازاي وولادنا بيبقوا لايصين من غيرنا ازاي. ما تزعليش على حاجة راحت، وما تزعليش من حد اذاكي. احمدوا ربنا ان يعني البني ادمين دي او الشخص ده ربنا بينه على حقيقته. والله صدقيني اقسم بالله يعني ربنا اكرمك بان بأذيتهم، على الاقل ما تفضليش مخدوعة فيهم طول الوقت. تمام. ولو ما كانش حصل كده كان زمانك واقفة معاهم بتدي من وقتك ومن مجهودك. احمدي ربنا ان يعني الشخص ده او البني ادم ده طلع اللي جواه في سلوكه وفي معاملته معاكي. احمدي ربنا ان ربنا بينهم على حقيقتهم. تمام. احمدي ربنا وطبطبي على قلبك كده وجددي حياتك، وبعيدي عن كل اللي اذوكي. فاهماني؟ والله بقولك الكلام ده من القلب ومن مواقف كتير يعني. عايزه اقولك مواقف وطرائف يعني الحمد لله. ما تقربيش من اللي بيهينك، وما تقفيش مع حد باعك، فاهماني؟ وما تشتريش يعني اللي فرط فيكي من الاخر، مهما كان الشخص ده بقى ومهما كانت درجة قربه منك. انتي اقرب حد لنفسك، طبطبي على نفسك وعلى قلبك كده واستعيني بالله، وربنا هيقويكي وهينصرك على اي حد باذن الله. فاهماني؟ انتي اقرب حد لنفسك ولحياتك ولقلبك ولصحتك ولكل حاجة. فاهماني؟ يا رب اكون قدرت اوصلك يعني المعلومة. ما تفضليش مخدوعة في الناس كتير، يعني حاولي تدرسي كده الناس. فالحمد لله على كل شيء. بصي يا قلب اختك، انا خلاص بخلص المواعين معاك اهو. في ناس بتسألني بتقولي انت ليه يا مروة احنا بنشوف عندك يعني تفال وكده، بس انت ليه بتحبي تستخدمي الألمونيا؟ بصي يا روحي، الألمونيا بدل نضيفة، وانا وريتها لك اهو بتلمع وبتبرق ازاي. اعملي فيها الاكل وانت مش قلقانه خالص، فاهماني؟ لكن ما تسيبيش حلتك يعني مش نضيفه، فاكيد هتقلقي من الألمونيا ومن الطبيخ فيها طبعا. لكن انا زي ما وريتها لكم اهو بتبقى بصوا يعني نضيفة وزي الفل. فاعملي اكلك في ألمونيا عادي مفيش مشكلة، بس
يعني تكون نضيفة طول الوقت. فاهماني؟ يعني انا واحدة من الناس، يعني في ناس بترتاح في عمايل الرز مثلا في التيفال او في الجرانيت او كده، انا بحبه في الألمونيا يا جماعة، يعني هو ارتياح. واي حاجة بدخلها الفرن مبرتاحش غير في الألمونيا، كيكة بقى، صينية، اي حاجة، هي الألمونيا بس اللي بحب يعني اشتغل فيها بصراحة. تمام. كده خلصت غسلت المواعين معاكم، وخلصت المطبخ، وخلصت الجزء اللي بره. بصراحة في حاجات كتير عملتها في الريسبشن، بس ما قدرتش اصور كله بصراحة. مش عارفة التليفون كان كل شوية مش مظبوط على الستاند ليه، فكنت بصور لكم حتى وانا بكنس وانا ماسكة التليفون في ايدي، فما كنتش اخده راحتي بصراحة وانا شغالة. فخلصت الجزء اللي بره، ومسحت مكتبة التلفزيون وكده، وكنست، ودخلت بقى على على الحمام. انتوا فاهمين ان انتوا عارفين ان اساسي الخميس بحب انضف الحمام، وانتي داخله كده بتاخدي الشاور بتاعك يعني اغسليه معاكي بالمره. فاهماني؟ لان طبعا انتوا فاهمين ان الجمعه ما بتلحقيش تعملي اي حاجه، فعشان يصحوا كده ينزلوا الصلاه وكده ياخدوا الشاور بتاعهم، يبقى الحمام نضيف والدنيا نضيفه، ما تبقيش محتاجه تعملي حاجات كتير الصبح. فاهماني؟ فكده خلصت الحوض، وكنت حطيت شويه كلور في التويلت، يعني عبال ما كنت خلصت الحوض وكده يعني، وارجع اغسلها. ونضفت معايا المراية. بوريكم المعطر ده يا جماعة، فريدة، كنت اول مرة اجيبه. انا كنت كل مرة بجيب باور او جلانس او كده، بس المرة دي جبت فريدة، بصراحة تحفة، والريحة خطيرة، ريحته حلوة قوي. فريدة في اي حاجة يا جماعة، بجد تحفة. هنا كنت حطيت بقى شوية كلوركس الوان. بصوا انتوا عارفين ان انا بجيب الكلوركس الالوان بفضيه في ازازه صغيره كده، يعني مش بجيب ازازه كبيره، بجيب كيس او كيسين من اللي هو الصغير اللي ب5 أو ب10 جنيه ده، وبفضيه في ازازه صغيره. بيقعد معايا فتره بصراحه، مسح الارض، الحمام، فبحبه بصراحه بريحه ونظافه. فاهماني كده؟ بس شطفت بقى، وديني بنشف معاكم الارض اهو. وكنت بقى دعكت البانيو والتويلت وكده، وخلاص ايه، خلصت الحمام. كده خلاص خلصت. برش بقى المعطر، ازازة المعطر دي خاصة بالحمام، ما بطلعهاش بره يعني، ما بحطش منها في الشقة، دي بتاعة الحمام. بخلص كده وبديله رشة. ف كده خلاص الحمام زي الفل. طبعا غسلت ايدي كويس جدا، يعني عشان بس يعني في ناس بتقولي ما بتلبسيش جلافز ليه وانتي بتغسلي الحمام. بصراحة مش عندي جلافز للحمام، والجلافزات اللي عندي اللي هي الأكياس العادية دي، يعني ما مش بعرف أغسل بيها بصراحة، يعني هتقع وكده، بغسل بإيدي بصراحة، ومتعودين يعني طول عمرنا بنغسل بإيدينا عادي. فكان عندي بانيه كده تبلته تمام. وتعالوا بقى نعمل هنا ايه، نعمل بسيسة بقى لزوم الشتا بقى، اللي هي هرسة الذرة. معايا بيضتين، ومعايا كوباية لبن، وكوباية سكر، ومعايا فانيليا، ومعايا يعني حاجة بسيطة كده من ريحة البرتقال. انتوا عارفين ان انا بخليها عندي على طول، يعني بحب احطها على البرتقال، بتغنيني عن الكيكة، يعني على الكيكة بتغنيني عن البرتقال لو مش موجود، او لو مفيش بشر برتقال او كده. ومعايا كوباية دقيق ابيض عادي، وكوباية دقيق ذرة، ومعايا كيس كيك شيف، ومعلقة كربوناتو. في ناس يعني بتقولك ازاي كربوناتو؟ الكربوناتو للتنظيف بس، لا يا جماعة، هو برضو للكيكات وللأكل عادي خالص. وحطيت رشة ملح، ذرة ملح، اللي هي بتظبط ايه يعني اي معجنات او اي حلويات او اي حاجة. تمام. بصوا التليفون عمال بيقع كل شوية، ف بس بقلبها بقى كويس كده. ومعايا صينية دهنها مادة دهنية، وحاطة فيها كده ايه رشة دقيق، مبطنها كده بالدقيق. بس كده. وهدخلها على الفرن يعني حوالي 30 دقيقة في الرف الأوسط على درجة حرارة متوسطة. بس بخبطها خبطة صغيرة كده، وبدخلها الفرن. بس يا حبيبي بعد بنص ساعة كده طلعتها، حطيت فيها كده السكينة او خلة طلعت نضيفة، يبقى كده خلاص ايه تمام. بصي بقى معايا هنا شربات، حابة تسقيها كده معلقتين شربات تمام ماشي، مش حابة خلاص، هو السكر بتاعها كويس.
تمام. هي تشبه لكيكة الرواني شوية بس. وهحط برضو شوية جوز الهند كده، برضو بتديها شكل حلو ويعني قيمة غذائية كويسة عشان خاطر الولاد. نسيت اقول لكم ان الفيجيتار اللي كنت بتبل بيه البانيه دوت انا حاطه عليه سمسم وحبة البركة. تمام. بصوا حتى باين اهو بعد ما حمرت البانيه بيدي طعم تحفة وقيمة غذائية عالية طبعا. انا عملت بس كده على قد الولاد بانيه، باباهم بقى لما يجي بالليل بيحب ياكله مشوي مش بيحبه في الزيت. وكان في كمان طبق عدس اهو من قبلها بيوم سخنته، والحمد لله على كده ده كان غدانا. لو وصلتي معايا قلب اختي ما تنسينيش بلايك واشتراك وكومنت، امر منك يشجعني. بحبكم جدا في الله. مع الف سلامه.